السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم حلويات هنوده، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفي هذا الفيديو هذا جبت لكم البريوش بدون زبدة، كيجي هائل هائل. المذاق ديالو يا سلام، أحسن من المخابز، والمقادير ديالو جد جد بسيط. بقاو معايا نشوف المقادير وطريقة التحضير. هنا كنحتاجو جوج ديال الملاعق كبيرة مملوءة ديال الخميرة الفورية، ممكن إلا عندكم الخميرة العادية حتى هي تستعملوها. كنضيفو 3 ديال الملاعق كبيرة ديال السكر الخشن، كأس ديال العنبة مملوء جدا ديال الحليب دافئ ما يعادل 200 غرام، نفس الكأس كنعمروه مملوء جدا ديال الماء حتى هو يكون الماء دافئ. وكنحركو الكل جيدا، وكنمشيو كنغطيوه وكنخليوه حتى كتفاعل الخميرة. عاد داك الساعة كنضيفو الدقيق والمقادير الأخرى، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقة تيكون واجد. دابا هي تفاعلت لنا الخميرة، دابا كنمشيو كنضيف واحد الكأس مملوء جدا ديال العنبة ديال الزيت النباتية ما يعادل 190 غرام. أنا دائما كنعبر بالغرام. جوج الملاعق صغيرة ديال الفانيلا السائلة، ممكن تعويضها بكيس ديال الفانيلا، سكر الفانيلا. جوج ديال البيضات متوسطين، واحد الملعقة صغيرة ونصف ديال الملح. هنا كنضيفوا الدقيق تدريجيا، هنا عندي 700 غرام ديال الدقيق الابيض ما يعادل 7 ديال الكؤوس ديال العنبه مملوئين ومقادين بالسكين. انا ديجا راه عندي الدقيق مغربله، دابا غادي نخلط الكل جيدا باليدين، وغادي نمشي عاد داك الساعه حتى كتجمع ليا الخليط الاول. عاد داك الساعه كنضيف ما تبقى من الدقيق الابيض. الطريقه كما كتلاحظوا جد سهله. والبريوش كما كنعتمد كلشي كيعرف البريوش، وهذا بطبيعه الحال ديال الزيت عادي، ما كنديرش فيه الزبده بتاتا، لا في العجين ولا في التوراق ما كنديرش الزبده بتاتا. صافي كنستمر حتى كتجمع ليا العجين. عاد داك الساعة كنمشي باش كنجمعها ونغطيها ونخليها حتى كتختمر مزيان مزيان. هنا كنجيب واحد السباتولا كندير فيها شويه ديال الزيت النباتيه، وكنقي الجوانب ديالها، وغادي نمشي باش نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها تتخمر مزيان مزيان، تقريبا توصل حتى للسطح ديالها. عاد داك الساعة كنمشيو كنخدموا بها. ها هي تقريبا خمرات، ضاعف الحجم ديالها. دابا غادي نمشيو باش نورقوها. كنجيب واحد الصفيحه ديال العمل، وغادي ندهنوها بشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نديرو فيها العجين، وغادي ندلقوه شويه باليدين. عاد داك الساعه غادي نجيبو الميدلاك. انا عندي واحد الميدلاك صغير شريته من اونلاين، عجبني، غادي نستعملو هنايا. غندلك به شويه حتى كنقادو، تقريبا غندير واحد الشكل ديال المستطيل باش كيجيني ساهل الخدمه به. انا كما غتلاحظوا راه جاو البريوش كبار شويه، ممكن انكم تطلقوا العجينه رقيقه شويه وداك الساعه تخدموا بها باش يجيوكم البريوش صغير. هنا غنرش شويه ديال الشوكولاته، حكيتها شويه في الحكاكه ديال المطيشه. عجبني هذا المنظر ديالها. اما ممكن تخليوها عاديه او دهنوها مثلا، الا بغيتو مثلا دهنوها بالزبده دهنوها بشويه بالزبده وديروا فيها هذا اللي بغيتو، اللوز ديروا فيها الشوكولا، أي حاجة بغيتوها. أنا ما بغيتش ندهنها بالزبدة لأن كما قلت في الفيديو بدون زبدة البريوش، ولكن كيجي فعلا هائل. كنطلقوا عاوتاني شوية، كنطوي على النصف وكنطلقوا عاوتاني شوية بالميدلاك. وعاد داك الساعة غادي نمشي باش نقطعهم أشرطة طويلة، كنقادهم مزيان باش كيجيوني ساهلين. ممكن كما قلت أنكم ديروهم صغار. دابا هنا غادي نمشي نقطعهم أشرطة طويلة، وعاد داك الساعة غادي نمشي باش نقادهم فوق صفيحة الفرن. طريقة جد جد سهلة. صافي هنا كنلويهم على الطريقة هذه، وكنلويهم وكنجمع داك الأخير ديالها من الأسفل، وغادي نستمر حتى نكملهم كاملين. عاد داك الساعة غادي نمشي باش نخليهم يختمروا ويضاعف الحجم ديالهم. كما عاوتاني نقول لكم راني درتهم كبار، هادو كيجيو كبار. ممكن انكم تقسموا العجين على جوج او المقادير على جوج، بل الا بغيتو مثلا واحد الكميه صغيره ويجيوكم البريوش صغيورين وزويونين. اما انا عيني كبيره خليتهم درتهم كبار. دابا هنا غادي نخليهم حتى كيخمروا، غنغطيهم. وعاد داك الساعه غادي نمشي باش ندهنهم ونطيبهم. هما دابا اختمروا كما كتلاحظوا، ضعف الحجم ديالهم. هنا جبت واحد اصفر البياض، درت عند طبيعه الحال استعملت هنايا 3 ديال اصفر البيض متوسطين، بيضات متوسطين. كنضيف لهم شويه ديال الحليب وكندهن السطح ديال البريوش ديالنا. في هذه الساعه راه الفران سخون 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى. كي غنكملهم غادي نمشي باش نطيبهم حتى كيتحمروا من الاسفل وكيتحمروا من الوجه ديالهم. ها هما كما كتلاحظوا، ها هما طابوا دابا.
دابا كنمشي كندهن كندفي واحد شويه ديال المربى ديال المشمش، هذا اختياري، وكندهن السطح ديالهم، وعاد داك باش كيعطي داك اللمعان الجميل ديال البريوش ديالنا. وغادي نمشي باش نرشهم شويه بواحد اللوز كان بقى ليا كنت حمرته، وكنت كنت سلقته وحمرته هرمشته شويه، كان بقى ليا من واحد الوصفه، قلت علاش لا نزين بهم هذا البريوش هذا. ثقوا بيا كيجيو فعلا فعلا هائلين هاد البريوش هذا. ها هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما بردوا. دابا غادي نمشي باش نقسم لكم باش تشوفوا، شوفوا الهشاشه ديالهم، شوفوا كيفاش كيجيو روعه روعه، يا سلام يا سلام. فعلا كيجيو زوين، خاصكم ضروري انكم تجربوهم. انا بعدا ما خليت فيهم والو، انا بعد عاد داك الساعه جاو وليداتي كملوهم. ها شاهد لهم كيفاش كيجيو فعلا هائل، والمذاق يا سلام. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم كنا الاعجاب ديالكم. الا جربتوا الوصفه اكتبوا لي التعليق كيفاش جات لكم، وان شاء الله نشوفكم فيديو اخر باذن الله. خليت لكم بالراحه، مع السلامه.